السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة قوي مصرية، طاجن البامية. وعندنا في مصر ممكن تعملي طاجن البامية باللحمة الضاني، ممكن تعمليه باللحمة الموزة، ممكن تعمليه بالعكاوي، ولكن أنا بحب طاجن البامية بحاجة تانية خالص، بالصدوق. طاجن البامية بالصدوق هيغير فكرتك عن طاجن البامية خالص، كأنك لا ما اكلتوش قبل كده. جربيه بالصدق وشوفي طعمه عامل ازاي. امشي معايا على الخطوات وتقدري تعملي احلى طاجن باميه ممكن تاكليه في حياتك. ننزل بمعلقتين زيت زيتون، وبما انه طاجن فانا هعمله في الحله الفخار او البرام. لانه البرام طبعا مع الباميه طعم الفخار يا جماعه حاجه تانية خالص. في الطواجن لازم تستخدمي الحاجات الفخار، زي مثلا برام الرز، حتى ورق العنب كمان لو عايزه تعمليه في برام بيبقى روعه. فطبعا الباميه انا كده كده لازم ادخلها الفرن كمان، فبما اني كده كده هعملها في الطاجن، فانا بحب اسويها كمان من المبدأ خالص في الطاجن، وبتفرق كتير قوي عن طعم الحله. معانا هنا معلقتين زيت زيتون، ونزلت بالصدق، والصدق كان متقطع معايا قطع نص، يعني كل صدق قطعتها بالنص. والصدق بيبقى كله توابل، وده سر جمال طاجن الباميه بالصدق، لانه فيه البهارات بتاعه الصدق بتبقى جامده جدا معايا. دلوقتي انا هنا نزلت شوحت بس الصدق تشويحتين، وبعدين نزلت ببصلايه كبيره وفلفل اسود. هقلب بقى البصله معايا مع الصدق هنا وحبه فلفل اسود. بصله كانت لفت معايا هنا. دلوقتي هنزل بنص طماطمايه ونص قرن فلفل سبايسي. امشي معايا على خطوات الباميه زي ما انا عاملاها بالظبط، وجربيها بنفس الطريقه، وصدقيني هتاكلي احلى طاجن باميه ممكن تاكليه في حياتك. هنا معايا كزبره ناشفه، هحط حوالي نص معلقه، ولسه هسيب بقيه الكزبره اللي ليها لسه في الخطوه الاخيره، ومعلقه توم مبشور، وهسيب برضو معلقه. يبقى انا اخدت نص معلقه كزبره، وسبت حوالي معلقه، واخدت معلقه توم مبشور، ولسه هسيب معلقه التوم التانية للاخر خالص، هقولك هنعمل بيهم ايه. وهنا هنزل بالصلصه بتاعه الطماطم. كانت الطماطم وقرن الفلفل لفوا معايا مع البصل والفلفل الاسود. نزلت بالكزبره والثوم والصلصه الطماطم، وبدات هنا تلف معايا. هنزل بنص كوبايه ميه بس عشان انا عايزه فيها صوص كده، لاني لسه ما نزلتش الباميه. نوع الباميه اللي انا هستخدمه الطبيعه، نفس نوع الشركه بتاعت ورق العنب اللي انا جايبه منها برضو كانت اسمها الطبيعه. على فكره في شركات كتيره، في فرجله، في كل ده. انا بجيبه منين؟ بجيبه من محلات المغربيين، الجزاره بتاعت المغربيين. الطبيعه حلو، يعني الصراحه برضو حلو قوي في الباميه، بس انا دورت على رقم 1 ما لقيتش، عشان الباميه بيبقى مكتوب عليها الرقم. هنا باميه رقم 2 يعني كبيره شويه، بما انها كبيره فانا قسمت كل واحده 2، يعني الباميه قسمتها من النص 2. شطفت الباميه وقسمت كل واحده 2، ولو لقيتي الصغيره رقم 1 تكون افضل. انا كل مره بلاقي بصراحه، بس طبعا اليومين دول كل سنه وانتم طيبين بيبقى فيه ضغط شويه على شراء الباميه والحاجات دي. كلنا في رمضان بنحب نعمل اكلات متنوعه، فما لقيتش غير رقم 2 فجبتها، بس كده كده في العادي بلاقي على طول. حطيت هنا الملح، وهقلب الكلام الجامد ده كده مع بعضه. الصدوق طبعا قلت لك فيه توابل. الكزبره اللي احنا حطيناها قلت لك انا سايبه هنا معلقه الثوم ومعلقه الكزبره، لسه دول هستخدمهم في الاخر، هنشوف دلوقتي هنعمل فيهم ايه. هنا بدات تغلي معايا. بقول لك بقى هنا هسيبها تستوي براحتها، يعني هوطي النار خالص عليها واسيبها. يعني اخدت معايا حوالي نص ساعه في البرام. بصي هنا بقت عامله ازاي كده، خلاص استوت، دابت الباميه، بقت دايبه مع الطاجن. انا وطيت عليها النار وسبتها حوالي نص ساعه، مش اكتر من نص ساعه، ما اخدتش وقت يعني طويل قوي، وبقت روعه. دلوقتي انا هعمل ايه؟ بقولك بصي يعني البوتاجاز كانت موطيه ازاي. دلوقتي انا هعليها، كنت انا موطيها خالص. هحط معلقه سمنه، وهنزل بقى بفص الثوم بمعلقه الثوم المفروم
ومعلقة الكزبرة. توم وكزبرة ليه واحنا بنعمل ملوخية. جربي التوم والكزبرة مع طاجن البامية، حاجة تانية خالص، بيودي البامية في حتة تانية خالص. الطشة الأخيرة بتاعت الكزبرة والتوم قبل ما تدخليهم الفرن بتودي طاجن البامية في حتة تانية خالص. يبقى معلقة كزبرة ناشفة ومعلقة توم مفروم مع حتة سمنة كده، وهنشوح الكلام الجامد ده مع بعضه. هتشم ريحة بقى طبعا مش هقولك، يعني انت اكيد عارفة طبعا التوم والكزبرة زي ما بتعمليهم ساعة الملوخية بيبقى ريحتهم عاملين ازاي. نفس الكلام بس مع البامية بقى بيودي البامية في طعم تاني خالص، حاجة كده جامدة يعني. هنا نزلت بقى بيهم على طاجن البامية. طبعا الطشطشة بقى انتم مستمعينها روعة كده. بقى انا طاجن البامية عندي بقى جاهز انه يدخل الفرن، ياخد له بقى ايه تشميعة كده في الفرن وياخد لون كده من على الوش. مش هياخد وقت طويل، يعني حوالي 10 دقايق ولا حاجة، أو تحت الشواية او ربع ساعة. انا حطيته 10 دقايق. بصي الجمال، كان لسه بيبقبق اهو، شايفة البقبقة؟ بقولك شايفة بيبقبق ازاي. اجمد طاجن بامية ممكن تاكليه والله، جربيه روعة، هيعجبكم قوي. لو عجبتك الوصفة بقى ما تنسينيش من دعوة حلوة من القلب لايك وشير وسبسكرايب للقناة. ما ننساش نذكر الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبون ابيتي.